هو صحيح كل حاجة في الدنيا ليها مقابل؟ هو أنا لازم أدفع تمن كل حاجة في الدنيا والّا إيه الحكاية؟ يالّا نبدأ الحكاية. كل واحد في الدنيا بيتولد جواه احتياجات نفسية مهمة، زي إنه يتحب وإنه يتشاف وإنه يتقبل وإنه يحترم وإنه يحس إن هو مقبول في وسط الناس اللي بيحبوه، ودي الحاجات المهمة جدًا اللي بتخلّي الشخص ينمو نمو نفسي سليم أو يطلع في بيئة نفسية إلى حدٍ ما سوية نفسيًا. المشكلة إنه مع الوقت أنت بتبدأ تسمع كلام اشرب اللبن عشان مامي تحبك، اسمع الكلام عشان بابي يرضى عليك، مش عارفة كُل إيه علشان خاطر القرايب يحبوك، وهكذا. فتبدأ أنت تحط في قاموسك إيه، إن كل حاجة بقت مشروطة، لازم أعمل حاجة علشان أتحب أو لازم أعمل حاجة علشان أتقبل، وهو كله بشروطه يا معلم. من هنا حضرتك بتبدأ تحط فكرة جواك إنه بما إن الاحتياجات النفسية الأساسية عندي اللي هي الطبيعية بقت بالشروط وبقت لازم أدفع تمنها وبقى ليها مقابل، فإذا أنا بهيئتي دي مش مقبول، أنا بهيئتي دي محتاج شوية تغييرات، محتاج شوية تعديلات، فالتعديلات دي أنا هبدأ أعمل شوية حاجات، فتبدأ إيه؟ نلبس ماسك، وأنا بهيئتي ما بقتش مقبول فأنا لازم أعمل شوية تغييرات، فتبقى مع الوقت مش أنت مش أنت يا حرام. ترى إحنا بنعمل كده ليه؟ إحنا بنعمل كده لأنه جوانا ممكن نتعرض لأذى كبير، والأذى ده جاي من أهم الناس اللي حوالينا سواء من الأب أو الأم أو حتى من القرايب المهمين في حياتنا، باحمي نفسي إن أتأذي بشكل أكبر، فباكون اللي هم عايزينه. هم عايزين مين؟ الشخص الدحيح؟ حاضر، هاقعد وأدح. هم عايزين إيه؟ البنت الستايل، فخلاص أنا هابطّل لَم شعري وهابقى البنت اللي هم عاوزينها. ما تعلّيش صوتِك، علشان الصوت العالي مش بيخلّي البنت مؤدّبة. ما تعملش كده، ما تتكلّمش مع عمّك بالشكل ده علشان تبقى ولد مؤدّب. ده ليه؟ لإن بيوتنا العظيمة بتشجّع الطفل الهادي المُسَلِّم، والبنت اللي صوتها واطي، والراجل اللي صوته عالي. تلفزيوننا العظيم بيشجّع البنت اللي مش عارفة شكلها عامل إزاي لإنه ده الstyle، وبيشجّع الراجل اللي صوته عالي وخِشِن إن هي دي القوة، وبقينا بيتحط لنا فريمات، بيتحط لنا إطار نتحرك فيه، ما بقاش لينا منظر، ما بقاش فيه تفرد، إحنا كلنا لازم نبقى شبه بعض. وطبعا مدارسنا العظيمة اللي بتشجع الحفيظ اللي من الجلدة للجلدة، ما هو ما فيش ريسيرش، هيعرفوه منين؟ هنعرف التفرد بتاعنا منين؟ طب هو اللي انكسر كده ما نصلحش؟ لا، ينفع يتصلح. زي ما بدأت بالعلاقات هنكمل بعلاقة، علاقة إنسانية حقيقية يوصلك فيها حب عميق، حب وقبول غير مشروط، علاقة فيها يوصلك إن أنت بعجزك وهبلك وفشلك وضعفك أنت مقبول، علاقة فيها مساحة من الحرية، علاقة إنسانية بتقولي إن أنت إنسان مقبول زي ما أنت، مش متوافق على تصرفاتي بس مقبول، مقبول زي ما أنا. أي نوع من العلاقة، أي نوع من العلاقة، علاقة محبة، علاقة صداقة، علاقة علاجية، كمان علاقتك بربنا هتفرق معاك كتير. سلام، نشوفكم المرة اللي جاية.